السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن كنتم من المتتبعين الجدد لقناة الجديد سبورتس فلا تبخلوا علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس. تعرض اللاعب المغربي زكريا أبو خلال الدولي المشارك مع فريق نادي تولوز الفرنسي لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه ضد جيلواز البلجيكي في مسابقة أوروبا ليغ أمس الخميس، وغادر اللاعب المباراة في الدقيقة 40 بسبب هذه الإصابة التي وصفت بالقوية. وأبلغت إدارة نادي تولوز أن هذه الإصابة ستبعده عن الملاعب لفترة طويلة، وقد تؤثر على مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس إفريقيا للأمم في العام القادم. ومن المتوقع أن يجري أبو خلال فحوصات دقيقة لتحديد نوعية الإصابة ومدى الحاجة لجراحة، وسيتم الإعلان رسميا عن مدى غيابه عن الملاعب بناء على نتائج هذه الفحوصات. ومنذ وصوله إلى تولوز في صيف 2022 حقق العديد من الأرقام مع هذا الفريق المتواضع، حيث نجح في قيادة فريقه لتتويج بلقب كأس فرنسا الموسم الماضي. زكريا أبو خلال هو جزء من النواة الصلبة للمجموعة التي شكلها مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، حتى لو كان عليه عموما أن يستقر على وضع بديل في الاختيار، فإن لاعب تولوز لديه بالفعل 17 مباراة دولية وسجل 3 أهداف وهو في سن 23 عام.